السلام عليكم يا أستاذ، أريد أن أسألك 3 أسئلة مهمة وربكتني. وعليكم السلام يا بني. تفضل، ما بك؟ ما هي أسئلتك؟ ولقد أثرت فضولي. السؤال الأول: إذا كان الله موجود فعلا أرني شكله. السؤال الثاني: ما هو القضاء والقدر؟ السؤال الثالث: إذا كان الشيطان مخلوق من نار لماذا سيعذب به؟ لماذا ضربتني؟ لست غاضبا منك، لست غاضبا أبدا، لكن الإجابة في الصفحة على أسئلتك الثلاث. لقد تألمت ولم أعرف شيئا. ماذا شعرت بعد ما صفعت؟ بالألم. وهل تعتقد أن الألم موجود؟ نعم. إذا أرني شكله. لا أستطيع. إذا هذا هو الجواب على سؤالك الأول. كلنا نشعر بوجود الله لكن لا نستطيع رؤيته. وهل حلمت البارحة أن ننسى أصبعك اليوم؟ لا، بالتأكيد لا. وهل اعتقدت أنني اليوم سأصبعك؟ بالطبع لا. إذا هذا هو القضاء والقدر، وهذه يد التي صفتك بها. مما خلقت؟ تقصد أصلها من طين. وماذا عن وجهك؟ من طين أيضا. ماذا تشعر بعد ما صفعت؟ بالألم. إذا تماما. كيف للطين أن يؤلم طينا؟ يا بني، قد أدرك راعي الإبل في الصحراء حقيقة وجود الله، حيث قال: إن البعث تدل على البعير، وإن آثار الأقدام تدل على المسير، والسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج، أفلا تدلين على العليم الخبير؟ يا بني، تفكر في خلق الله، تجد الله.